اهلا بيكم. هتكلم النهارده عن سر مهم جدا من اسرار النجاح والتفوق والتميز، الا وهو الالتزام. الالتزام يعني ايه؟ يعني انا بلتزم بالشيء وبحققه وبمشي على الخطوات اللي انا حطيتها. في فرق بين الالزام والالتزام. الالتزام يعني انا اخترت بقرار حر وبقرار واعي اني انا هكمل في الشيء ده او همشي في الطريق ده او هلتزم في الخطوات دي. الالزام يعني حد بيجبرني اني اعمل كده. مفيش نفس طبيعية حرة بتقبل الإلزام، لأن كلنا عندنا حد الحرية مهم جدا جدا جدا. لكن أنا هنا كلامي عن الالتزام. يعني أنا دلوقتي محتاجة أتعلم لغة جديدة أو أمشي في طريق جديد أو هدرس حاجة جديدة أو محتاجة أن أنا أكون أم كويسة أو أكون أب صالح. ودلوقتي أنا ملتزم أو ملتزمة إني هحضر مثلا workshops في كذا أو هقرأ كتب في كذا أو هستعين بكذا. أو أنا دلوقتي عايزة أتعلم حاجة جديدة فأنا هروح هدرسها والتزم في اني اقدم الحاجات اللي يطلبوها مني وان انا اطور نفسي. دلوقتي اي حاجة انت قررت او نويت انك تنجح فيها ونويت بصدق انك تنجح فيها يبقى لازم تختار فيها الالتزام. طيب ازاي ان انا اقدر التزم؟ اول حاجة ان انا احط نية. اصلا هو انا عايز احقق الشيء ده ليه؟ طب ليه هعمل كده؟ هعمل كده علشان كل ما كسل او كل ما تراجع ارجع للنية بتاعتي او للهدف اللي انا كاتبه اصلا، فابقى عارف انا ليه هعمل كده وليه هتقدم وليه هتحسن وليه، يعني ايه الهدف بتاعي في النهاية. لازم ابقى عارف ايه اللي انا عايزة اوصله وكاتبه عشان اقدر ارجع له من وقت للتاني. ده اول حاجة. تاني حاجة اخلي الالتزام بتاعي منطقي شوية ومعقول شوية. يعني ما ينفعش مثلا ابقى انا دلوقتي مثلا عايزة اقرأ كتب معينة وانا اصلا لا بحب القراءة ولا ليا طول بال ومش بقرأ بقالي كتير، واقول ايوه انا هقرأ كل يوم 200 صفحة، لا 100 صفحة، لا كتاب كامل. لا مفيش الكلام ده. خلي الالتزام بتاعك منطقي. طيب انا ممكن دلوقتي مثلا احط التزام اني هقرأ 20 صفحة او هسمع كل يوم مثلا 3 فيديو. بعد كده مشي اسبوع هبص على اللي انا عملته، لا ده انا ما سمعتش في اليوم 3، ده انا سمعت 2 بس. خلاص خليهم 2، خلاص خليهم 1، مش هتفرق. المهم الاستمرارية والمثابرة وانك تكمل في السعي بتاعك. فاول خطوة النية، تاني خطوة ان الالتزام بتاعك يبقى منطقي، تالت خطوة ان لازم يبقى فيه خلال فترات الالتزام يبقى فيه فترات من الاستمتاع واللعب والراحة. يعني ما ينفعش ان انا عشان ملتزم بحاجة انا هدخل فيها مش هرتاح الا لما اخلصها، مفيش حاجة اسمها كده. لا، خد الامور ببساطة وخلي فيه في النص فترات استمتاع. وبعد كده انت تاخد اصلا السعي اللي انت بتعمله ده ان انت بتستمتع ايا كانت النتائج، انت بتستمتع باللي انت بتعمله دلوقتي ايا كانت النتائج. باكد تاني ايا كانت النتائج. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا على السعي وقال ليس الانسان الا ما سعى. لكن النتيجة هتوصل لايه او مش هتوصل لايه، ربما توصل لنتيجة ما تكونش هي دي اللي انت عاوزها وربنا يجعل لك ان ده خطوة لنتيجة تانية اجمل واجمل انت هتوصل لها. لكن انا سعيت وعملت اللي عليا وعملت ده باستمتاع وعملت ده ببال رايق. حاجة كمان ان انا اكافئ نفسي. انا جيت دلوقتي الالتزام اللي انا حطاه ده هيتطلب مني اني التزم بشيء معين لمدة مثلا 8 شهور. طيب مشي شهر وانا ملتزمة، هكافئ نفسي. مشي شهرين، هكافئ نفسي. مشي اسبوع، هكافئ نفسي. كافئ نفسك على الحاجة اللي انت التزمت فيها. كافئ نفسك لانك تستحق المكافأة. اخر نقطة واهم نقطة ان خلال فترة الالتزام هتقع. لما تقع بقى ما تقولش ايه لا انا كده خلاص انا مش نافع. المعتقد الغريب بتاع اصل انا ما بكملش حاجة للاخر. مش فاهمة ازاي ما بتكملش حاجة للاخر؟ يعني مثلا وانت خارج رايح الشغل بتاعك مش بتكمل هدومك لحد الاخر؟ وانت في يومك بتاع الشغل مش بتقعد للاخر؟ وانت بتاكل مش بتاكل لحد ما تشبع؟ بتكمل للاخر. لما انت تيجي تقع اقف تاني عادي، ايه المشكلة؟ وركزوا معايا في المثال ده. لو انا دلوقتي مثلا التزمت اني عندي كتاب 100 صفحة ان انا هقرأ منه كل يوم صفحة، وجيت لمدة اسبوع قرأت 7 صفحات كل يوم بقرأ صفحة. بعدها عدى اسبوع تاني انا ما قرأتش حاجة فيه، فقلت يا انا بقالي ادي اسبوع التزمت وجيت قصاده اسبوع بحاله ما التزمتش. لا انا اصلا مش بكمل الحاجة، لا اصلا ما عنديش صبر، لا اصلا ما عنديش طول بال، وقعدت اقول لنفسي الكلام السلبي اللي بيعطل ده ورحت موقفة. كده انا طلعت بقد ايه؟ طلعت ب7 صفحات. طب لو انا دلوقتي جيت قلت مش مشكلة، انا عارفة كويس ان انا لما هلتزم هنزل شوية وهطلع شوية، فكملت تاني كملت تاني ونزلت في النص وطلعت ونزلت وطلعت. طبيعي الكتاب ده انا هخلصه. ايا كان المهمة اللي انت بتعملها ما تيأسش وما توقفش ان انت جيت تعطلت في النص لسبب او لآخر.
للنفس حتى. يعني في ناس حتى بتيجي تبدأ في طريق العبادة بتاعها، تقول مثلا انها هتصلي قيام ليل، او انها هتصوم اثنين وخميس، او انها هتعمل اي حاجة من النوافل، وتيجي في النص تقطع، تقول لا انا اصلا ما بعرفش، ده انا بقالي اسبوع مش عارف ما عملت، ده انا بقالي شهر ما عملتش. عادي خالص، عادي جدا ان انت يبقى لك فترات تنزل فيها وتطلع فيها، لان في قانون ربنا وضعه اسمه قانون الايقاع، وهنتكلم عنه بعد كده ان شاء الله. حقك ان انت تلتزم، حقك ان انت تنجح، حقك ان انت تكون متميز، لان انت خليفة الله سبحانه وتعالى في الارض.